بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت الباب التاسع، باب نهي في النجاسات، درباره تشتت بيسا وكيفية تطهيرها، كمروف ديفان تشتنت بيس شاو باقش كت. وفيه مسائل، وكان مسألة كت في باب هذا. قلت المسألة الأولى تعريف النجاسة، أول جرد بيناسا بيساتي بتكتن ونوع وأنواعها وجورنوي أنجي ونوعاها هردو جورنوي. قلت النجاسة أبا تعريفها، قلت هي عندك نجاسة أبا كل عين، هر پارچه که هبید آنجی هر حجمه که هبید تشکل کو بحجم بیدن النية مادة. قلت مستقذرة، كل عين مستقذرة، هر عينك مادة كهبتا يه مستقذر بيتن يه قريجي و بيس بيتن كو خلق خواجه دير بيخن. قلت أمر الشارع باجتنابها، كو شريعة أمر كربيت مروف خواجه پارزدو و خواجه دير بكت بجنبه نجاسة. هر تشتكي بيس يه قريجي يه نفسا انسان بونه چیدن و شریعت گود بیتن خواجه دیر بگن ابد بین نجاست. چونکی اگه قیدا دویل دفنه بید هنده تشید تایبو مروفت نخواشن آنجی نفسات برفنا چیدن بس شریعت نگود یه خواجه پارزه او نا بین پیساتی بدویه دیگر هنده که طبیعت تدگل ناگون جیدن و بوده تشکی چپالا بونمونه قريجية شريعة جي قلت خواجه دير بخن آنجي دي بيتا نجاسات. قلت وهي نوعان، نجاسات دجورة، نجاسة عينية أو حقيقية، ما هاي نجاستك يش راستها ما مادية تشتكي بجوف الدتاتيتن، وهي التي لا تطهر بحال. قلت أفيا يعني ياكو باقش نبيتن ايك جاردا. قلت لأن عينها نجسة، يعني أو بخوا تحكي نجاسة حقيقية عيني چجارا پاقش نابید نجاسة يا حقيقي چجا پاقش نابید لأن عينها نجسة، چونكي همو أو بخواه بيساتي بخواه أوه كروث الحمار وكي بيساتي حمار يس كره، والدم ورس وكي خوينه، والبول وكي چه وكي دست آوازراف او هنه نگو او تو دی آوه که لیکه دی پاقش بید بیدن پاقش نابیدن او بخواه چونکه بیساتی بخواه اما اول بین حقیقی آن عینی. نجاسة حكمية، قد نجاسة جولي دوي بجني حكمي، وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء. قد أفا نجاسة حكمي تشتكى دي لاشي تفا بيتن آن دي بجهة كفا بيتن شني أوجه دي بيس بيت أهد بين أوجه نجاسة حكمي، ويمنع من صحة الصلاة وأفجه هني أفكو بيس بوش لاشتا دي الرجرية كتكون فيجتا ودرس بيتن ريكي نودا تكون فيجتا ودرس بيتن دي أفتش بيس فلاشتا بها بيتن. ويشمل الحدث الأصغر وفجأة في نجاسة حكمي چه بخابت جريتن بدس نفيجيا بچيك حدث بچيك الذي يزول بالوضوء كالغائط اوه هنیا بچی به دست نویجی اب چه چیدن او پاقش بیتن و نامینتن و راد بیت اب دست نویجی کل غایط بونو منایدشته دست آواستیر اوه نجاست وی حکمیه یعنی جهه که پیس بیش شد پاقش بیتن و اف نجاست هنی هندی ها بیتن نویش نه درسته چه وده نجاست را بیتن اف نجاست ها اب دست نویش رابی. والحدث الأكبر هر وصل بدس نفيجيا ما ظنش بخابت يريد الذي يزول بالغسل كالجنابة، يعني وكي جنابته جنابت نجاستك حكمية يبسال شمرو خردات يخارناه اللي نفيجة درز بيتن كان جدي رابطا اف نجاسته هاني بسال ششنه. قلت والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، أصل اتباقش كرنا تشتت بيس دا آوه يعني تشتت بيس أصل أفايا تشتت بيس اب چه پاقشت بن اب آوه اصل پاقش کردن همه تشتا آوه
فهو الأصل في التطهير. أصل بو باقش كرنا هم تشتا، لقوله تعالى جبل قلنا خذ تعالى وينزل عليكم من السماء ماء، وهاتين تخارج عسمانا آفاكي ليطهركم به، بوش ده هوا بباقش بجدا يعني بآفي. وهي على 3 أقسام، ودبيت سي باش، يعني شد بيت سي باش نجاسات. كيش نجاسات؟ نجاسات حكمي نيا عيني. نجاسات عيني تشكي بيسا، ما خاي بيسا بخش نابيت، بس ما بحسيه حكمية جهة كي بيس بي بيت سي باش. قد نجاسة مغلظة، ما هي بيساتيا ستيريا مظن يعني يا جيران، وهي نجاسة الكلب. بيساتيا الصية تشتي يعني بصي بيس ببيتن أفا أو تشت بيساتيا وديالك مظن ديالك بيسا بيشين. وما تولد منه أو تشتش صيجد بيتن أو جي تشتكي بيس بجدن أو تشزوري بيس أو جالك بيس داتا أو تشتي بصي بيس ببيت أو تشتي صيجد بيتن تشتكي بيس بجد أفاد بجنة نجاسته مغلظ يستير ويمازن. نجاسة مخففة، ما هي نجاستك سفك يا جيم، وهي نجاسة بول الغلام، بيساتيا دست آوا زراف يا بتشيكيا التي لم يأكل الطعام و خارن هشتا نخاره، هنده بچيكي هشتا ناطي حد خارنه بس شيرت خاتن دست آوا ويا زراف مبجهه و بنجاستك سفكه. نجاسة متوسطة، ما هي قسم سي. عليكم السلام. وهي بقية النجاسات، نجاسات ما هي شو يا وسط، نجلك مصنع نجلك بچيكي ويكيش. وهي بقية النجاسات أو بيستوتي أفيت موي هم وسطا شبلي نجاسات كلب يصي ويب دس آوا زراف يا بچيكي يدي هم وسطا كالبول وكي دس آوا زراف يا هر كسكي هبيتن، والغائط هر وسا دست آوا ستير، والميتة وهر وسا تشتي مرار. المسألة الثانية مسألة دوي، الأشياء التي قام الدليل على نجاستها، أو تشتي تكون دليل بهات تكون بيسن هذا جرنجة شنو بدو تشكل دفخة بيجي بيسن بدو دليل بها بي قلت أو تشتي دليل بهات تكون بيسن يأكي بول الآدمي دست آوا زراف يا مروفا، وعذرته ودست آوا ستير، وقيئه ودل رابين أو دشتي مروف جدل يعني راد بيتن جدل مروف دات كبيت أو جي بيسا، إلا بول الصبي تنه دست آوا زراف يا بچيكة تنبيت أو جي كيش بچيكة الذي لم يأكل الطعام أو هيش خارن نخاره، فيكتفى برشه، أما ترها يتبس برشينه لفاقش بيتن. لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، أو أم قيس بكرك خائنة بچيك لم يأكل الطعام هيش خارن نخار بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا دفكي پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام، إنا دف پیغمبری فأجلسه في حجره، إنا دانت كوشا پیغمبر عليه الصلاة والسلام، فبال على ثوبه، إنا دست آوا زراف یا خاکر و خاشکر بجد که پیغمبر داکر عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء، إنا پیغمبر خود گوته کابینن عند آوه بینن، فنضحه لرشاد ولم يغسله ونششت، معناه أبا وصفه خوش بيتن. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام، أما دست آوا زراف یا بچيكي أبيكو خارنت خاتن، وكذا بول الجاري هر وصا دست آوا زراف یا بچيكي أكي كتش بيتن، فإنه يغسل بدوية وبيت الششتن كبول الكبير، وكي دست آوا يتماسن. يدوي الدم المسفوح من الحيوان المأكول، خوين كيش خوين أو بريجيتن، خوينك وصا كو بريجيتن كو بتشيت هند قالا يبيت مقصد به اشوان حيوانات كو قشتي وانت تدخلن اف خوينها هجي وبيسا. أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق، أما أو خوينات من تناف قشترا يا كيما نا عند الدبريجة دي تشيتن أن من تناف رهادا يا كيما قلت فإنه طاهر أبا هي باقشة، لقوله تعالى اجبر قلنا قل تعالى قلت شو تشتي بيسا أو دما مسفوحا أن خوينك بس قلت يا شوا مسفوح كيشكا وهو الذي يهراق وينصب، يعني أو تترشتن وتشيت. يسي بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، يعني دس آوا زراف
وهر وصاد دست آوا يعني بشكلت هر حيوانك گوشته و نيدخل او جي بيسا معناه الفيريبا اگر دست آوا زراب آنجي بشكلت حيوانك گوشته و بتخل او تفاقش اما ايوانا يگوشته و نيدخل ناچه بيت كالهر وكي دست آوا زراب يا بشيكي والفأر وكي مشكي اوتانه دست آوتان الزراب و سير هر دو چوانا البيسا يا چاره الميتة تشتي مرار وهي تشتي مرار چيا؟ دو چه وزان فلان تشتي مراره قلت وهي ما مات حتف أنفه أو بمريتن هم بسر دفنا خب كبيتن من غير ذكاة شرعية بيكو وكشتنا كشرعي بيتا وكشت أما بمريت بي تشتك أبا بجن مرار لقوله تعالى جبال قلت ناخده إلا أن يكون ميتة قلت أجر مرار بيت نهي حلالة ويستثنى من ذلك ميتة السمك قلت أفادش بن إيتا داري وده بيت استثناء وده حلال بيتن اگر یه مرار جی بیت هر یه حلاله و کی چه ماسی مرار جی بیت هر یه حلاله والجراد و چه دی کلی تو نبا کجی اما بمری جی هر یه حلاله بوش چونکه حدیثه بهی و ما لا نفس له سائله فإنها طاهره اروسا او تشتكو خوينك وصانا بيتن كو جيب الرجيت نكا اسوسا بكوجم خوين جينا رجيت اما بتنا دمين تبدو و جينا رجيتن او هنجي باقشه اف مرار حجی پاخش نه نجسه بس کته تخورن و نه تخورن واحد مکیدیه بس یا مهم دسته و ما پیش یک بونمونه تا دست خاصر دا پیچ کاخینه ما بیراده و دسته پیش نبی گود یا پنجه المذی مذی چی تشته اوشی پیسه گود و هو ماء آوکه ابيض يسبيع رقيق يرون لزج هر وصايا نسجة يجرى قلت يخرج عند الملاعبة كان جدار كبيت وقتك جنومر يار يالي قدود كان أو تذكر الجماع أن جبير خل جود بين خط النبا لا بشهوة وقت دارت كبيتن إنسان خشيب در كفتنا ونابتا ولا دفق وهرس خانها فيتن شي وقت دارت كبيتن ولا يعقبه فطور وبدفرة خاواتي بسر مروف داناي دخل قلت وربما لا يحس بخروجه قلت نجام هل هس بناكت يدار كفته قلت أف أفاوس أفاب شهوات دارت كبيتن قلت وهو نجسون يعني وكي ضلوبك بسر عورة إنسان أف صفات تنتدا قلت يا بيسا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه پیغمبر خودش گفته وی ظلامی گفته او حدیث علی دا گفته امام علی توضع چه بکه دست نویجه بشو وغسل ذكرك وقطع عورات خاشي بشو معناه يا بيسا يعني من المذي مش مذي بشو ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا للحرج امر مناطق كرم بوفي ام سر خواب شوين بو دا مشقت نکبید سر ما چون که اندکی تای گلای بی آوید بینن هنگی وجود مشقت کامازن چه بید لأنه مما يشق الاحتراز منه چون که اوش وان تشتا کویا بزحمت مروف خاشه پارزیدن یا ششه الودی ودی چه تشتا قلت وهو ماء اوجی آوگه ابيض يسبيع نون یا دیره نوکی یا دیارونه يخرج بعد البول كان يدات كبيت بشي داس آواز راف ومن أصابه يأف أوجبة فإنه يغسل ذكره لعورات خشود ويتوضأ وددس نفرشود ولا يغتسل بس لخناشود يا حفظ يا أخيري دم الحيض خينا بين وجهية يا جنكا كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قلت جنكك هذا في غنبالي عليه الصلاة والسلام قلت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض قلت جنكك شمية هاي دكبتت بين وجهيدا هندك شوي خوينه دبجل كيف ومنت كيف تصنع شبكة فقال إن پیغمبر خود قلت تحته يعني دبرخينتن ثم تقرصه بالماء پاشی نینو کتخوا ده كبت سرو ده آوه لكتن ده پاقش كتن يعني وجه ده شد ثم تنضحه پاش آوه ده لكتن ثم تصلي فيه پاش ده نوشته دکن يعني مقصد بيت بتششتن اوجه افخينها ما بيبا چونكي بيسا ونشرت إلا وجه كي خرب الكد يلا يشانك وصات ديهن يشوانا با اگر اوجه كد بين وجهه ده البروان البربن بدوی بو پاقشی نکنه بر خواجت که نخیرنه و صایح اگر خوین بیوه نبید جلکه نه بیسه و اگر حتی خوین جی بیوه بید بس او چه خوین بیوه ده شود او جلکه هنه ده پاقش بیده والحمد لله رب العالمين